الزمالك على الصدارة منفرد وبفارق 3 نقط عن الأهلي وبيراميدز، وبيدي دروس كروية للكل. النهارده الزمالك ادى بيراميدز علقة كروية في قلب الملعب. كل حاجة في الكورة عملها. الزمالك كان ممكن يفوز 2 و3 لولا تضييع الفرص وتضييع الأهداف. ماتش رائع من الزمالك في كل حاجة، في التحضير، في اللعب، في الهجوم، في الشراسة. بيراميدز ما جاش اصلا. بقى خلاف محاولتين في الشوط الاول، الزمالك اكل الاخضر واليابس، كان الملعب. فريق غشيم لابس ابيض. الزمالك كان لابس النهارده زي، بس هو لونه الابيض، ماسك فريق تاني سماوي وهتك يدعك في الملعب. ما يرحمش الزمالك، ما بيرحمش. الزمالك رافع سيفه وشاي ونازل الملعب، واللي هشوفه هلوشه. شعار الزمالك السنه دي اللي هشوفه هلوشه، ويا ويله اللي هيقع تحت ايده. ماتش رائع للزمالك، ومش بس ده تكمله لمجموعه انتصارات متتاليه للزمالك رائعه. اداء مرعب للزمالك، حتى في محاولات بيراميدز ان هو يعمل ضغط عالي. الزمالك النهارده قدم درس في الطلوع بالكره ممتع جدا، واخوان بزيرة بينزل لنص الملعب ويسلم مع الباك محمد ابراهيم ويسند عليه ويطلع بالكوره، ولا الكوره الطوليه ليا بعد كده لناصر منسي، وناصر منسي كان مهاجم محطة ماشي، يستلم ويعافر على الكورة ماشي، يجيب ضربة الجزاء من العدم ماشي. في كمية غل كروي في الملعب. اللعيبة بتطرح فوق، اللعيبة بتفرق، اللعيبة محققة فوق 150 و200% من طاقتها. مش معقولة اللي بيحصل. احنا شوف السيناريو ده بيقول حاجة واحدة بس، إن إحنا في نهاية الموسم هنشوف فريق واحد شايل الدرع وبيحتفل بيه مع الجمهور وبيغني مع التالتة يمين. ملهاش حل تاني، مفيش أي سيناريو تاني غير كده بعد اللي بيحصل ده. هيبقى سيناريو مأساوي، لأن ما عادش ينفع يحصل غير كده. ما عادش ينفع إن الدوري ده غير إن هو يبقى زملكاوي. يعني ما عادش فاضل حاجة تاني. كل اللي مطلوب من الزمالك دلوقتي إنه يوسع الفارق، وإن هو يفضل يلعب كده، وانه ما ييأس او يستهتر او ياخد الغرور بنفسه. غير كده لا، هو هيدوس على الكل. ما فيش فريق في الدوري بيلعب بالاصرار ده، ما فيش فريق في الدوري بيلعب بالحميه دي. وبيراميدز هو اكنك بتشوف النسخه الثانيه من الاهلي اللي فاتوا، قرف في اللعب. الاهلي امبارح عادي هيشوفه هو مع بيراميدز فريق. بس الفرق الوحيد ان لعيبه الاهلي والتيم الاهلي عمل الغلطات دي وعمل التشبع ده وعمل العك ده بعد 20 و25 بطوله. بيراميدز عملهم بعد 3 بطولات ما شاء الله يعني. انما لا، الزمالك السنه دي فعليا متعه كرويه، ماتشاته حلوه جدا، مثيره جدا، اداء رهيب. شباب صغيره، لعيبه خبره. عبد الله السعيد النهارده 40 سنه، شوفه في الملعب تقول 20 ما شاء الله. لا، ناصر منسي واعاده الاحياء واعاده الاكتشاف، وهو احسن لاعب في الدوري المصري السنه دي. خوان بزيرة احسن محترف، لعيب مهير، لعيب يصنع يروح بخلاف ان هو كان بيتدلع قوي النهارده في اكتر من كوره، وكان ممكن يخلص الدنيا بدري. بس ما فيهاش يعني. كل ده بيتدارى تنفيذ حسام عبد المجيد لضربات الجزاء، واللي هو يعتبر حاليا احسن منافس لضربات الجزاء في مصر. وكلها ثبات دفاعي رائع، تنظيم عظيم، فتوح في نص الملعب مكمل ومتألق. محمد السيد أدى أداء حلو. وكله الفريق متكامل يعني. هي تيمة واحدة، ما تقدرش تنسب الفضل الواحد لوحده، رغم إن في عناصر بارزة. بس لا، وفي سيادة كاملة، في سيادة كاملة بيقدمها الزمالك. ولا بديل عن الفوز بالدوري بعد كل اللي عمل ده. وأي تفريط هيبقى مأساة للجمهور وحزن في النهاية. الدوري زملكاوي، وكل يوم الزمالك بيبصم ويأكد على ده. الدوري زملكاوي.